بتجمع بين الحضارات. مصر يعني حاضنة للحضارات بمعنى كل الثقافات المختلفة، مش بس ثقافة معينة أو تاريخ معين. هي تقدر تجمع بين أكتر من ثقافة، تقدر إنها مصر كمان مش بس تحتويها، هي بتنميها بتخليها معروفة وبتتشاف. يعني فكروا كده في أكتر من بلد داخل مصر في أي كان احتلال أو مثلا حصل لهم يعني حصل لهم عجز في بلدهم، بيجوا هنا بيبتدوا مشاريعهم من أول جديد وبيتعرفوا وبقوا مشهورين جدا. فزي السوريين وزي بلاد كتيرة. فانا اخترت الهند او قصر البارون، لان هو اصلا هو الوحيد اللي لو فكرنا كده في التاريخ بتاع مصر او التراث بتاع القاهره هتلاقي ده اكتر مبنى مختلف تماما عن المباني اللي موجوده في مصر. برغم كده مصر قدرت تحتويه وقدرت انها يعني تحتوي الثقافه بينهم، وفي نفس الوقت قصر البارون اصلا هندي. هندي. هو اصلا اللي عمل